أهلا بيكم في حكاية ورا كل باب. النهاردة قصتنا عن طفل كان اسمه أحمد، طفل من اللي الدنيا ما ادتهمش فرصة حتى يعيشوا حياة عادية. اسمعوا حكاية أحمد وافتكروا إن كل باب وراه وجع مش باين. كان أحمد عنده 7 سنين، عايش في حارة بسيطة وسط حي شعبي. أبوه مات بدري وهو لسه عنده 3 سنين، وأمه اتجوزت تاني. يمكن كانت بتحاول تعيش، بس أحمد دفع التمن. جوز أمه ما كانش بيحبه، كان بيعتبره عبء. يصحى من الفجر، ينظف البيت، يشتري الطلبات ويتشتم لو اتأخر. وأمه كانت ساكتة، يمكن خوف، يمكن عجز. أحمد كان بيحب المدرسة، بس لما كتابه اتقطع ما قدرش يشتري غيره. المدرس زعقله: شكلك مش ناوي تتعلم يا أحمد. رجع بيته ساكت، قعد جنب حيطة في الشارع وبدأ يرسم على الأرض شخبطة من غير معنى. كانت دي طريقته الوحيدة يطلع بيها اللي جواه. وفي يوم أحمد حرارته عليت جدا، قعد يومين لوحده في السرير، والراجل يقول عامل نفسه تعبان. بس أحمد ما كانش بيمثل، أحمد كان بيموت. وفي الليلة دي سكت للأبد. لما الجيران بلغوا، الشرطة جت وأمه اتصدمت واتحجزت في المستشفى. بس أحمد ارتاح من وجع محدش حاس بيه. كل ركن في الشارع اللي كان بيلعب فيه بقى بيحكي قصة طفل اتظلم، طفل كان نفسه بس يلاقي حضن جافي وحياة عادية.